كان عندك كام سنة بقى لما عرفتي ان هو ده سرها؟ ونص كوباية الزيت وعليهم معلقتين الصلصة هو ده حلها، وهتطلع معاكي احلى من بره بكتير. هاتي نص كيلو من الدقيق ورشة الملح عليه، ومعلقة سكر واحدة، وكيس خميرة فورية او معلقة كبيرة يعني، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، 3 حليب بودر بيديله طعم وهشاشة حلوة جدا جدا جدا. قلبي المكونات اللي انت شايفاها. هاتي نص كوباية الزيت وحطي عليهم معلقتين الصلصة اللي اتفقنا عليهم، ما هو ده السر بتاعها يا جماعة اللي مخبيينه عليكم. قلبيهم مع بعض كويس جدا، وارجعي هاتيلي الدقيق اللي حطيتي عليه كل مكونات الجافة، وانزلي بده على ده، وقلبيهم مرة تانية مع بعض لحد كده ما يخشوا في قلب بعضيهم ويتجانسوا كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه. عندك عجان تمام، ما عندكيش بايديك الحلوين مية دافية وانزلي عليها لحد ما العجينة تلم شوية بشوية. بعد ما العجينة تلم وما تزوديش المية، ولو زادت يا ستي حلها معلقة دقيق، سيبيها تتعجن كويس جدا. بولة بقى كده وفيها نقطة زيت، وادي العجينة الحلوة اللي ناعمة وطرية وكلها حنية. هسيبها ترتاح وتتغطى كده ونعمل لها الجو شاعري، تقوم تكرش وتبقى متخمرة حلو جدا. يعني في الحر ده بتاخد لها نص ساعة بالكتير. بعد كده هفتح عليها هلاقيها بكرش كده وملزلزة بوكس كده حلو في قلبها، وابتدي لميلي العجينة وخرجيلي كل الهواء اللي خدته فيها. التخمير ده بيساعد ان هي تكون هشة وخفيفة وملهاش وزن زي الريشة في ايديك. قطعيها بقى كواير صغيرة بالحجم اللي تحبيه، بس كل ما كانت صغيرة كل ما بتديكي شكل حلو جدا في النهاية. هقطعها كواير زي ما انتوا شايفين بالحجم اللي تحبيه زي ما اتفقنا، وارجع تاني مرة اعمل لها الجو الشاعري واسيبها تخمر. ما تزهقيش معايا، عايزة اقولك ان التخمير الكتير ده بيدي نتيجة حلوة جدا. المرة التانية بسيبها تخمر لمدة 10 دقايق بالكتير واغطي عليها برضو. بعد ما فات 10 دقايق تضاعف حجمها للمرة التانية، هبتدي افردها على ايدي على شكل دائري. اي جبنة تحبيها هتحطيها. انا حاطة هنا جبنة براميل بتبقى طعمها تحفة قوي 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 في قلب البوريك. اصلا نسيت اقول لكم انا بعمل النهاردة البوريك بالجبنة اللي بيعملوا الافران وبقى فاضي ولا فيه جبنه ولا اي حاجه. بتقفليه شكل القطايف وتروحي قافلاه بالشكل ده، وتتاكدي ان الجبنه متقفل عليها كويس قوي، وتكوني دهنه كده الصاج نقطه كده بسيطه من الزيت، تحطي فيه القطايف قصدي البوريك بتاعك، وارجعي اعملي كل الكميه بنفس الطريقه، نفس اللون بتاع بره بس مش نفس الطعم، لا احلى بكتير ومليان جبنه بشكل. هرجع بعد ما شكله كله بنفس الطريقه هغطي عليه المره الثالثه ودي المرة الأخيرة لحد ما يتضاعف حجمه لآخر مرة. 10 دقايق برضو، بضاية كده وعليها سنة بسيطة من الخل عشان نضمن ان مفيش اي زفارة. لو بتحبيش البيض مفيش مشكلة، معلقة حليب، معلقة مية بسكر اللي موجود عندك، رشة حبة بركة او رشة سمسم زي ما تحبي، بس حبة البركة مع الجبنة ميكس خطير هيديله طعم حلو قوي قوي قوي. بعد ما حطيت حبة البركة بالشكل ده مش هنخمر تاني، على الفرن كده 160 درجة الحرارة تستوي وتحمر، وافتحي الشواية آخر دقيقة. كلهم خدوا نفس اللون من فوق ومن تحت، هشة وخفيفة بشكل تحس ان هي زي الريشة، والطعم يا عيني عليه. تعالوا كده نفتح واحدة ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. عايزة اقولك هتدمنيه، مش هتجيبيه من بره تاني، خفيف قوي ومرق قوي والجبنة كده مليان. بألف هنا وشفا للي هيجرب الوصفة بتاعتي. وما تنسناش في اللايك والشير، ولو لسه ما صليتيش على النبي صلي عليه تحت في الكومنتات. بحبكم جدا، جربوه وارجعوا قولوا لي رأيكم، واي وصفات حابين نعملها مع بعض سيبها لي تحت في الكومنتات. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.